يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. طبعا المخللات من الحاجات الأساسية في السفرة في رمضان. هنعمل الخيار بطريقة هيفضل وقت طويل مقرمش زي ما هو، ما بيطراش أبدا. هقول لكم على طريقته سهلة خالص وطريقة مضمونة، ما تلاقوش أي خيارة طرية ولا الفلفل الأخضر اللي محطوط ولا أي حاجة. انا جايبه خيار مقطعاه، مش هنحدد كميه لان احنا بنعاير بالميه والملح بتاعته على حسب كميه الخيار. محضره فلفل اخضر وليمون، محضره ملح، شويه سكر، توم مقشراه بس مش لازم يتقطع، وشويه كرفس. هنعاير ونشوف. انا هحط الاول عيار الميه بتاعه الخيار. كل كوبايه ميه بنحط لها معلقة صغيرة مليانة ملح لكل كوباية مية. هنشوف بقى البرطمان بيعوز كام كوباية مية، عشان كده انا مش محددة. دول 2 كيلو خيار، هعاير كوباية كوباية. هنحط معلقة كبيرة مليانة. بصوا يعني المعلقة الصغيرة دي هنحط كل كوباية مية معلقة كبيرة مليانة. نقلبها وندوبه كويس قوي قوي. الخيار طبعا مغسول ومقطعاه، ما نقطعش الخيار رفيع قوي، يعني سميك شوية علشان ما يتهراش وهو بيتملح. هنيجي نحط الخيار، نحط شوية كرفس، وهنحط حبة توم، والفلفل الأخضر أنا عاملة فلفل حامي. أنا بقطع كده القرن على 2، اللي عايز يقطعه أصغر، اللي عايزه يسيبه القرن زي الفلفل زي ما هو ويفتح فتحة بس بالسكينة. وهنرجع نكرر الحكاية دي تاني. شوية خيار، شوية كرفس، فصين توم، قرن فلفل. هنفضل كده لحد ما البرطمان نملى البرطمان. اللي عايز يحط فلفل بارد يحط، مش انا بحط فلفل اخضر حامي. في بيحبوا يحطوا شطة، انا ما بحطش شطة ولا حاجة، هو بس بكتفي بالحرقية اللي في الفلفل ده. طبعا الثوم والكرفس بيخلوا مخلي الخيار تحفة. مش هنكتر قوي، كل حبة بنحط عليهم عرقين كرفس وفصين ثوم، ونعمل رقات كده. انا كده مليته. انا بكبس ما نسيبش فيه فراغ في البرطمان. انا حطيت الخيار والفلفل وكبسته كويس قوي قوي. بصوا افضل اضغط عليه كده، واحط شوية ثوم في الاخر وعرقين كرفس. اضغط كويس قوي، وبعد كده ابتدي اعاير المية. عيار الملح بتاع المية ده مظبوط جدا جدا للخيار. كل كوباية هنحط عليها معلقة مليانة من الصغيرة ملح، ونعاير واحدة واحدة. السكر ضروري جدا جدا في أي مخللات علشان بيحتفظ بقرمشة الخيار. لو مملحين كرنب، مملحين لفت. فأنا هحط حوالي معلقتين من نفس المعلقة بتاعة الملح، معلقتين أو 3 سكر. حاصر على البرطمان ده، هو تقريبا أخد 1.5 كيلو خيار. هعصر ليمونتين أو 3، الليمون كبير شوية. هحط معلقتين أو معلقة ونص خل، ما بزودش في الخل عشان خل بيهري شوية المخللات. كفاية قوي معلقة أو معلقة ونص. ولازم المية نخليها تبقى واصلة لآخر حاجة علشان ما يبقى كله متملح زي بعضه. هقفله كويس قوي واقلبه كده شوية. اللي عايز يحط شوية شطة يبقى يحط، مفيش مشكلة يعني. واسيبه كده شوية وارجع اديله تاني. اول ما الاقيه اصفر ادخله التلاجة. ده 3 ايام واتاكل. بصوا طعمه خطير. ميرسي جدا جدا على متابعتكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. يا رب يعود على الجميع بالخير. لو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي.